سيبك بقى من اللحمة والفراخ وجربي الأكلة المتينة دي. أكلة بجد صحية وجميلة جدا، وكمان خفيفة على المعدة. شوربة صافية وجميلة. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل الفول النابت من اول بكل مراحله يا جماعه، من اول التنبيت لحد الطبيخ. حاجه كده بجد خطيره. شايفين الجمال؟ الله اكبر عليه. كفايه بس حبه الشوربه دول ولا اللحمه. سيبك بقى من اللحمه والفراخ وجربي بجد الفول النابت. طريقه سهله وبسيطه وباذن الله تعجبك. تعالي بينا نشوف الفول النابت بتاعنا عامل ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل الفول النابت من اول يا جماعه التنبيت لحد ما نيجي نطبخه مع بعض. حاجه كده ان شاء الله الفيديو بتاعنا فيديو مميز ويعجبك جدا وسهل وبسيط. اول حاجه عندي نص كيلو من الفول ده بلدي يا جماعه. اما باجي اشتري الفول، وخصوصا لما اكون هعمله فول نابت، بجيب الفول البلدي اللي حبايته كبيره وبيضه. تمام. ده كده بتاع الفول النابت يا جماعه. انا غسلت الفول بتاعي ونقيته طبعا كويس، وهنقعه لمده 24 ساعه. دي ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام. هحط عليه الميه كده وهسيبه في الميه لمده 24 ساعه يا جماعه، مش اقل من كده. تمام. هنا بقى الفول بتاعي بعد ما سبته ليله كامله، بصوا كده حجمه اتضاعف معايا قد ايه. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم ليله كامله في ميه يا جماعه. تمام. انا صفيته هنا، شطفته طبعا من الميه وصفيته. تمام. وهجيب حته بقى واحطه في قلب الحته دي وهلفه كويس. تمام. واحطه في قلب الطبق. وكل يوم صبح وبالليل لمده 3 ايام بغير على الفول ده. تمام. عشان ما يعمليش ريم ويبقى ريحته مش حلوه، لازم يتغير صبح وبالليل يا جماعه عليه لمده 3 ايام. هجيب بقى الحته في فوطه، في حته اي حاجه عندك حطيها كده. تمام. افرشيها وروحي ايه حاطه فيها الفول بتاعك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي الفول بتاعي حطيته، وهروح ايه لفاه كده في الحته. تمام. اهو بالشكل ده. وهروح ايه حاطاه في الطبق كده اهو زي ما قلت لكم. اهو بالشكل ده اهو. وهسيبه بقى. انا دلوقتي يا جماعه الساعه دلوقتي بالظبط حوالي واحدة الظهر. على المغرب كده هروح مغيره عليه. تاني يوم نفس الطريقه، صبح وبالليل اغير عليه، ويعني اشطفه بميه نظيفه واروح مكلفتاه كده بالحته كده، حاطاه في الحته بتاعته وسايباه. تمام كده. تمام وزي الفل. بصوا بقى يا جماعة، ادي كده الفول بتاعنا. يعتبر تاني يوم بعد ما بليناه يوم كامل. ده تاني يوم. بصوا ابتدى ان هو ينبت ازاي اهو. بصوا كده بسم الله. شايفين اهو ابتدى ينبت خالص اهو. شايفين عامل ازاي اهو. بصوا. وده تاني يوم اهو. شايفين؟ برضه هشطفه واحطه تاني في الحتة واسيبه. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين الفول بتاعي بعد 3 ايام. بصوا نبت عامل ازاي. هنا بقى شطفته تاني شطفة حلوة بقى كده عشان خلاص هنطبخه. حطيت مية تغلي على النار. تمام. هنا بقى المية بتاعتنا خلاص كده غليت. هبتدي انزل بقى بالفول بتاعنا. بسم الله. عايزه اقولك لو انت مش حابه تعملي الكميه كلها مفيش مشكله، ممكن تشيلي حبه كده في كيس وتحطيهم في الفريزر. وقت ما تبقي حابه انك تعمليهم بتطلعيهم من الفريزر على طول وتعمليهم. تمام. عندي هنا بصلايه بقى مقطعه 4 بالشكل ده، وعندي ورقتين من ورق الغار. تمام. هغطي على الحله واسيبها شويه بقى ايه مع نفسها كده، بس طبعا مش هقفل الغطا عشان ما تفرش، هخليها مواربه كده. هنا بقى الفول بتاعي زي ما انتم شايفين ابتدى يغلي. هبتدي بقى اشيل الحاجات البيضاء او الريم الابيض دوت. تمام بالشكل ده
اهو. انضف الحله خالص من الريم ده. تمام كده. بعد ما نضفت بقى الفول بتاعي من الريم الابيض ده، خلاص كله تمام اهو بالشكل ده. عندي ليمونه بقى مش هعصرها، قطعها كده نصين، هبتدي احطها. طب الليمونه ليه؟ الليمونه عشان ما تسودليش الفول، قصدي لو ما حطيتيش الليمونه الفول او ميه الفول هيسود معاكي، انما الليمونه حلوه ما تخليش الميه بتاعت الفول سودا وتخليها بيضه حلوه كده. تمام اهو. هنا بقى عندي الملح. هحط الملح بقى عبارة عن ايه؟ عندي ملح، معلقة ملح ومعلقة كمون، طبعا الفول بيحب الكمون، ومعلقة كزبرة. تمام. وعندي هنا ايه؟ واحدة ماجي، حابة تحطيها ماشي، مش حابة براحتك اهو. هنا بقى عندي معلقة من الثوم المهروس، بتديله ريحة وطعم جميلة جدا. ابتدي انزل بيها كده، وبعدين نعمل له بقى ايه؟ التومه بتاعته، نحمر له التومه بتاعته بقى. وعلى فكره ما بياخدش وقت كتير في السوا، يعني بكتيره قوي تلت ساعه بالظبط وهتلاقيه استوى. هنا بقى حطيت معلقه سمنه، وهنزل بالثوم، معلقه ثوم كده بكزبره مدقوقه يا جماعه. تمام. وابتدي ان انا ايه؟ اصفرها بس كده، مش احمرها، لا اصفرها بس كده. خلاص اصفرت معايا بالشكل ده. هنبتدي بقى نتش على الايه؟ على الفول. نبتدي بقى ننزل بالثوم على الفول اهو بالشكل ده، تش على طول. قلب بقى الفول بتاعنا كده. عايزه اقول لكم الشوربه بتاعته جميله، احلى من شوربه اللحمه يا جماعه. شايفين شوربه صافيه وجميله ازاي؟ احلى بقولك من شوربه اللحمه زي العسل كده. خلاويص هنطفي على الفول. بصوا بقى الجمال، استوى معانا اهو، ما خدش وقت خالص. بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى ايه؟ نغرف في الاطباق. عايزه اقول لكم طبعا الشوربه بتاعته بجد والله جميله جميله. شايفين الجمال؟ بألف هنا وشفا يا رب عليكم.